عارفين ايه اللي موجود في الشنطه دي؟ قبل ما اقول لكم تعالوا خدكم على احلى مكان فيه خضار وفاكهه من كل حته في العالم. في الطبيعي الناس بتيجي هنا تجرب اكل جديد، لكن اكتر حاجه لفتت نظري هي الخضار والفاكهه. كل نوع خضار او فاكهه موجود بكل الوانه، سبحان الله. حاجات انا كنت جربتها قبل كده وحاجات كنت اول مره اجربها واشوفها. انواع والوان الطماطم حلوه قوي، والفواكه بكل انواعها، سواء اللي احنا مجربينها قبل كده بس في الموسم بتاعها او الحاجات الغريبه، يعني مثلا البرتقال الاحمر وكمان تفاح ده احمر من جوه، والجزر الابيض اللي جربته لكم قبل كده، وكمان الجزر البنفسجي والاصفر. اللذيذ بقى ان كل بلد في العالم بتيجي تعرض منتجاتها هنا، والفواكه الاستوائيه كلها موجوده زي الموز الاحمر والدراجون فروت والرامبوتان، وكمان فواكه مصريه بس موجوده باحجام مختلفه. المكان مش بس فيه فاكهه وخضار، ده كمان فيه حاجات تانية كتير زي حاجات هاند ميد واطباق وجبن ولحوم، والحاجات المشهوره عندهم الليمون باللافندر والفراوله بالشوكولاته. قولوا لي لو رحتوا المكان ايه اكتر حاجه هتعجبكم، وخمنوا ايه اللي موجود في الشنطه. ما كانش ينفع اسيب المكان ده قبل ما اجيب اكتر حاجه بحبها وهي البنجر. ما جبتش نوع واحد بس، انا جبت 3 انواع مختلفه. لو معديين بالصدفه مش هتلاحظوا جمال الخضار ده الا لو فتحته، لان شكله من بره عادي جدا، بس اول ما بتقسموه نصين سبحان الله الالوان خطيره وتقسيم الدواير من جوه. يعني ده مثلا اسمه بنجر ذهبي، وفي بنجر تاني اسمه كاندي كين علشان شبه الكاندي جدا من جوه، لونه ابيض في بينك، وده البنجر العادي اللي احنا متعودين عليه. التلاته شكلهم احلى من بعض، وطبعا فوائدهم مختلفه وليهم استخدامات كتير. استنوا الفيديو اللي جاي عشان تشوفوا الحاجات التانية اللي انا جبتها معاه والسلطات اللي عملتها بيهم، وبالهنا والشفا. اول مره اجرب البنجر الذهبي، تعالوا اقول لكم كل حاجه عنه. اول ما تشوفوه هتلاقوه عادي جدا شبه البطاطس اصلا من بره، بس اول ما تفتحوه هتلاقوه شكله حلو قوي، الوانه حلوه، طعمه مسكر شويه اكتر من البنجر العادي، ومش بتحسوا بالطعم الترابي اللي ممكن تحسوه لما بتاكلوا البنجر ني. اللذيذ فيه ان هو ممكن يتاكل ني زي ما هو، او ممكن يتعمل زي البنجر العادي بنشويه في الفرن. انا بحب احطهم في ورق فويل وادخلهم في الاير فراير، واول ما بيطلع القشره بتاعته بتتقشر بكل سهوله، وممكن تقشروها بايديكم عادي من غير سكين. بالنسبه للفوائد الموجوده فيه هي تقريبا زي البنجر العادي، بس فيها فيتامين سي اعلى، وانواع مضادات الاكسده مختلفه في الاتنين. والبنجر العادي فيه صبغات طبيعيه يعني يقدر يصبغ الاكل اللي بيتحط عليه، لكن البنجر الذهبي لا، مش بيعمل كده. يلا نجربه في سلطه سوا. انا كنت عايزه ابين طعمه اكتر فما حطيتش حاجات كتير في السلطه، فحطيت ميكس سلطه كده فيه ورق اخضر ومعاه بنجر متقطع شرايح. حطيت البنجر الذهبي من فوق وقطعته دواير علشان شكل الدواير بتاعته الحلوه ما يضيعش. عليهم جبنه فته ورشه ملح ورشه زيت زيتون. وكمان عملت النوع التاني من البنجر بنفس الطريقه، هقول لكم على الفيديو اللي جاي. قولوا لي لو جربتوه قبل كده ولا لا، وقولوا لي ايه اغرب نوع خضار جربتوه، وبالهنا والشفا. اول مره اجرب البنجر المخطط، وده بعد ما جربت البنجر الذهبي. فتعالوا اقول لكم كل حاجه عنه والفرق بين هو من بره زيه زي اي نوع بنجر انتوا ممكن تكونوا جربتوه، لكن من جوه اول ما بتفتحوه بتلاقوه مخطط كده. بيسموه كاندي عشان شبه الكانديز او الحلويات، وليه اسماء تانية كتير لانه شبه اللعبه اللي بنرمي عليها اسهم. طريقه تحضيره عاديه جدا، بنشويه زي البنجر العادي، وممكن يتاكل ني لانه ما فيهوش الطعم الترابي اللي موجود في البنجر العادي، وممكن يتعمل مخلل بيبقى طعمه حلو قوي. انا هنا عملته في سلطه، في ميكس سلطه فيه ورق اخضر وورق بنجر وجبنه فته ورشه زيت زيتون ورشه عسل. فوائده بقى خطيره، غني جدا بفيتامين اي وسي وفوليك اسيد، وفي مضادات اكسده شبه شويه اللي موجوده في البنجر العادي. واحلى حاجه عجبتني فيه ان هو حلو قوي للاطفال، علشان هو اولا شكله حلو قوي ولونه جميل، والاطفال دايما بيحبوا ياكلوا الحاجات اللي فيها حاجات ملونه كتير، وكمان هيعجبهم قوي لان هو شبه الكانديز اللي هم بيحبوها بياكلوها. جربوا وقولوا لي رايكم، قولوا لي عايزين نجرب ايه تاني المره الجايه، وبالهنا والشفا. اول مره اجرب الرمان الابيض، وهقول لكم الفرق بينه وبين الرمان الاحمر اللي متعودين عليه. اول ما شفته افتكرته الرمان مش مستوي، بس قلت جربه وقارنه بالرمان الاصلي. من بره لونه فاتح جدا، ولما فتحته لقيت ان الحبوب اللي جوه لونها بينك قريب من الابيض. افتكرت ان طعمه هيبقى مزز، بس المفاجاه ان طعمه طلع مسكر اكتر من الرمان الطبيعي، ومن غير مزازه او اي طعم سور. وسبحان الله الحبات بتاعته كلها شبه بعض، ولونها جميل جدا وفاتح، وتنفع في الحلويات او عصاير او حتى كمان في السلطات. وعلشان تعرفوا الفرق جبت معايا رمان احمر عادي، وكانت الحبوب من جوه لونها احمر طبيعي وحلو قوي، وطعمها مسكر وحلو بس فيها المزازه الطبيعيه بتاعه الرمان. وفي الاخر النوعين حلوين قوي ومليانين فوائد وفيتامينز ومعادن مفيده للجسم. وسبحان الله كل نوع فاكهه فيه الوان كتير مختلفه. قولوا لي ايه اكتر فاكهه غريبه جربتوها، واستنوا الوصفه اللي جايه عشان تشوفوا عملت ايه بالرمان في السلطات. جربتوا الجزر الابيض قبل كده؟ عندي مفاجأة كبيرة. معايا جزر أبيض، هطبخ لك شوربة بندق على العشاء، أحلى أكلة مفاجأة. لما شفت المشهد ده من الفيلم لقيت ان ممكن نعمل وصفات وسلطات كتير بالجزر الابيض، وكمان ممكن نقدمه للاطفال. حسيته هيكون حلو خصوصا بعد ما جربت الجزر البنفسجي وطلع طعمه حلو قوي. لقيته في كذا مكان وباحجام مختلفه، وسعره كان رخيص جدا تقريبا بنفس سعر الجزر العادي. وبعدين قريت عن الفوائد بتاعته وطريقه طبخه، اكتشفت انه غني جدا بالفوائد وفيتامين سي وكي وفوليك اسيد، يعني مناسب جدا في الحمل وكمان للاطفال. والفرق بينه وبين الجزر العادي ان الجزر الابيض بيكون طعمه احلى في الشوربه والشوي، وطعمه اكنه فيه توابل زي جوز الطيب او الفلفل الابيض كده. ممكن يتاكل ني مع السلطات بس يكون مبشور علشان الانسجه بتاعته تكون طريه شويه، وكمان لان القلب بتاعه من جوه بيكون قاسي شويه وصعب في المضغ لو كان ني، لكن ممكن يتحط في شوربه عادي لانه بيكون اطرى مع الطبخ. وممكن نقطعه بالطول ونشويه او نحطه في الاير فراير ونقدمه للاطفال، او ممكن نضيف عليه زيت زيتون وملح ورشه دبس رمان وندخله في الفرن او الاير فراير ونحطه على السلطه. استنوا سلطه الجزر الابيض في الفيديو اللي جاي، وقولوا لي عايزين نجرب ايه تاني، وبالهنا والشفا. معايا جزر أبيض، هطبخ لك شوربة بندق على العشاء، أحلى أكلة.
بس انا مش هعمل شوربه، هعمل لكم احلى سلطه جزر ابيض، ودي تقريبا اغرب سلطه عملتها لاني ما كنتش عارفه المكونات هتطلع عامله ازاي. استنوا اخر الفيديو علشان تشوفوا حلوه ولا لا. قطعت الجزر وضفت له زيت زيتون ودبس رمان ورشه ملح وسويته في الاير فراير. بعدها قطعت تفاح شرايح صغيره، ضفت خس احمر واخضر عشان يدي السلطه لون شويه. السلطات المشويه اتاكدوا ان الخس بيكون ناشف تماما. وضفت شويه جزر ابيض ني وشويه تفاح وجبنه فته. وبعدين طلعت الجزر من الاير فراير وكان استوى. وضفت عليه تاني اغرب مكون في السلطه وهو الرمان الابيض. وعشان الدريسنج حطيت زيت زيتون ودبس رمان ورشه ملح وليمون، نفس الحاجات تقريبا اللي استخدمتهم مع الجزر الابيض بس ضفت عليهم ليمون. قلبوها كويس قوي وضيفوها على السلطه قبل ما تاكلوها على طول. شكلها طلع حلو قوي بس خفت اجربها يطلع طعمها مش حلو، بس المفاجاه ان طعمها طلع احلى مما تخيلت بكتير. المكونات كلها لايقه على بعض، السكر اللي موجود في الجزر الابيض والرمان والتفاح مع الجبنه الفته طعمها مالح شويه، عاملين مع بعض ميكس حلو قوي. جربوها وقولوا لي رايكم بالهنا والشفا. اول مره اجرب القرع الابيض، وبما اننا في موسم القرع يعني موجود بكل الالوان والاشكال والانواع، هقول لكم على انواع القرع اللي جبتها ومنها القرع الابيض. واكتشفت بعد كده ان الفرق بين انواع القرع المختلفه هي نسبه الصبغات اللي موجوده في كل واحده. زي مثلا القرع البرتقاني فيه بيتا كاروتين اعلى من القرع الابيض، والناس عاده بتستخدمه في الديكور او ممكن يستخدموه في السلطات، بس اكتر حاجه بيستخدموه فيها هي الشوربه. لاني جربت قبل كده القرع الكبير اللي لونه برتقاني، وده كان حلو جدا في السلطه لان لونه حلو وطعمه حلو وممكن يتعمل بيه اي حاجه. لكن لما جربت القرع الابيض حسيت ان احسن حاجه ممكن نعمله بيها هي الشوربه، بس علشان لونه ابيض زي ما انتم شايفين حسيت اني عايزه ازود لون للشوربه عشان تبقى مغذيه اكتر وفيها كل العناصر الغذائيه، فضفت معاه قرع برتقاني صغير وعملت بيه احلى شوربه. استنوا الفيديو الجاي عشان تشوفوا عملتها ازاي وقولوا لي جربتوه قبل كده ولا لا، وبالهنا والشفا. اللي بيحبوا يعملوا شوربه اول ما الجو يبقى برد يكملوا الفيديو للاخر. هقول لكم طريقه حلوه جديده تعملوا بيها شوربه القرع، وهعمل بالقرع الابيض اللي كلمتكم عنه في الفيديو اللي فات. اول حاجه اختاروا قرع حجم متوسط مش كبير ولا صغير، وافصلوا بس الجزء اللي من فوق عشان يكون الغطا. هننضف الجزء اللي جوه الموجود فيه البذور، وبالسكينه هنحاول نقطع كل اجزاء القرع الموجوده من جوه لان هو ده اللي هيبقى اساس الشوربه. بس خلوا بالكم وانتوا بتستخدموا السكينه لان الالياف بتاعه القرع قاسيه جدا، وبعد ما تطلعوا كل اجزاء القرع اللي من جوه حاولوا تنضفوها كويس قوي بالمعلقه علشان تتاكدوا انكم اخدتوا اكبر جزء ممكن. هنضيف الاجزاء اللي قطعناها وهنحط عليها جزر ابيض وفصين توم وطماطم صفرا، ممكن تحطوا اي طماطم انتوا بتحبوها. وعلشان ازود للشوربه الوان اكتر وفايده اكتر زودت عليهم واحده قرع بيبي صغير بيكون لونه برتقاني فالفايده بتكون اعلى. هنرش عليهم زيت زيتون ورشه ملح وندخلها الفرن على اعلى درجه حراره، وبعد ما بتخرج من الفرن بتكون الالياف بتاعته طريه شويه. هنضيف كل الحاجات اللي شويناها في الخلاط مع اي نوع شوربه عندكم، شوربه فراخ او لحمه او خضار. نضيف التوابل فلفل اسود وبابريكا وبصل وشويه لبن من فوق، وهنسخنها شويه على النار وبس كده تبقى الشوربه جاهزه. وهنقدمها في نفس القرع اللي احنا فضيناه الاول. شكلها طلع حلو قوي وزينتها بشويه كريمه من فوق، وكنت عايزه احط طماطم بس وقعت، وشويه بقدونس. عايزه اقول لكم طعمها حلو قوي، ريحتها خطيره وبتدفي وحلو قوي للاطفال لو اقل من سنه، بس لو نشيل الملح. جربوها قولوا لي رايكم بالهنا والشفا.